السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن حاجة جديدة، ألا وهي الابستراكشن. الابستراكشن دي تعني التجريد. الابستراكشن تعني التجريد. طيب، عايزين نعرف معنى كلمة التجريد، وهو هيبقى متجرد من ايه؟ طيب، علشان اقول لك واكلمك عن الابستراكشن، عايز اخدك كده للفيديو اللي فات واقول لك الاوفر رايد. فاكر الاوفر رايد كانت بالنسبة لنا بتعمل ايه؟ او مهمتها بتبقى موجوده امتى؟ قلت لك لما يكون عندك وليكن 10 حيوانات او 10 كلاسات، وعندك ميثود وليكن اسمها ايت، والايت دي موجوده في البيرنت كلاس، وهم بيرسوا كلهم بيرثوها منها. والايت دي موجوده في الانيمالز اللي هو الكلاس الكبير، موجوده بالامبلمنت ان هم كل الحيوانات بتاكل ايه؟ لحمه. فطبعا كل الحيوانات اللي هم العشرة هيرثوا من الكلاس الانيمال، فبالتالي كلهم هياكلوا لحم. وجيت قلت لك انت لاحظت ان لقيت حيوان او اتنين هم بياكلوا مثلا سمك، ما بياكلوش لحمه. فكان بالنسبه لي الحل هو في الاوفر رايد. طيب، كان الحل في الاوفر رايد ان انت بتروح تكتب في الكلاس اللي بياكل اكله مختلفه، تروح تكتب نفس الميثود مع تغيير مين؟ الامبلمنتيشن. اللي هو تقول له بدل ما هو بياكل هنا مش بياكل لحمه، هنا لا، هتقول له هو بياكل ايه؟ بياكل سمك. جميل. طيب، تخيل بقى معايا ان انت لقيت الحيوانات كلها بتاكل. تمام. جميل. ولكن كلهم بياكلوا اكلات مختلفه. بمعنى، خلي بالك انا كان عندي في الاول حيوان او اتنين هم بياكلوا اكل مختلف غير اللحمه. الوقت الحيوانات كلهم بياكلوا حاجه مختلفه. يعني واحد لحمه، واحد فراخ، واحد سمك، واحد مثلا برسيم، واحد مش عارف ايه، واحد ايه. كل حيوان له اكله معينه. تمام. تمام. طيب، انت هتيجي تقول لي طيب ما استخدم الاوفر رايد، ان انت تيجي هنا في الكلاس ده، تقول له نفس الاسم الميثود، واقول له void مثلا eat اهو. تمام. واقول له ايه؟ واغير الامبلمنتيشن زي مثلا ما هو هنا كده. مثلا هقول له هنا بياكل مثلا وليكن chicken مثلا. تمام. طيب، وتحت برضه هعمل نفس الكلام، ما انا واخد الاوفر رايد والدنيا حلوه. تمام. وعندي مثلا هقول له eat، اللي هي الميثود اللي اسمها eat. جميل. وليكن هتبقى مثلا بتاكل مثلا اي حاجه مثلا مختلفه، وليكن كاكا مثلا، اي حاجه. جميل. طيب، خلي بالك انت عندك ثلاثة كلاس، صح؟ جميل. كلهم بيرسم من الف. جميل. وكلهم بيرسم الميثود اللي اسمها ايت. بس انت خلي بالك، انت في الانيمال قلت ان الحيوانات كلها بتاكل لحمه، صح؟ بس جيت اكتشفت ان الكات ما بتاكلش لحمه. فانت رحت عملت نفس الميثود وغيرت مين؟ الاكل، خليتها فيش سمك. والدوج برضه نفس الفكره، لقيته بياكل وليكن فراخ. واللايون وليكن لقيته بياكل حاجه تانية وليكن كاكا، صح؟ طيب، خلي بالك اللي انت عملته ده بيديك او بيخليك تلاحظ ان اللي انت عملته هنا ملوش لازمه. فكره ان انت تعمل البيرنت تقول ان الحيوانات بتاكل لحمه ملوش لازمه، لان انت بتقول ان كل الحيوانات بتاكل لحم، صح؟ كمفهوم في الانيمال دلوقتي، ان هم الحيوانات لما يرثوا الايد هياكلوا لحم. بس الواضح وبيقول ان انا الحيوانات ما بتاكلش لحمه كلها، في اللي بياكل لحمه، وفي اللي بياكل سمك، وفي اللي بياكل تشيكن وفي فراخ، وفي اللي بياكل مش عارف ايه، وفي اللي بياكل ايه، وفي اللي بياكل ايه. صح. يبقى انت لو عندك 100 كلاس بيرثوا من الانيمال، هيروح برضو يعملوا اوفر رايد لمين؟ للموسد دي، ان هم يكتبوا ايه؟ القيمه بتاعتها، واللي يكتبوا نفس الاسم، وبعد كده يغيروا فين؟ في الامبلمنتيشن بتاعها. طيب، انا دلوقتي المثال بتاع المره اللي فاتت اهو.
اللي هو ده. نعمل امبورت اهو المثال بتاع المره اللي فاتت اللي هو ده. تمام. لو جيت بصيت دلوقتي هلاقي وعملت رن هلاقي ان مفيش ولا واحده فيهم تاكل ميت، تاكل لحمه. اللحمه دي اللي هم وارثينها من مين؟ من البيرنت الكبير. يبقى انا بالنسبه لي انا شايف ان ده كده ملوش ايه، ملوش لازمه. فانت محتاج هنا تطبق حاجه اسمها الابستراكت كلاس اللي هو التجريد. التجريد من ايه؟ من الامبلمنتيشن بتاع مين؟ الميثود. يعني ايه؟ يعني انت محتاج هتروح تقول له انا عايز اشيل الامبلمنتيشن ده ما يلزمنيش لان هو ملوش لازمه معايا. تمام. هيقول لك لا ما ينفعش. ليه؟ لان ده كلاس عادي ما ينفعش ما يكونش فيه امبلمنتيشن. طيب مين اللي يسمح لك ان الميثود ما يكونش فيها امبلمنتيشن؟ الابستراكت ايه؟ ابستراكت كلاس يقول لك عادي ممكن الميثود ما يكونش فيها امبلمنتيشن عادي، وبرضه عادي يبقى فيها امبلمنتيشن برضه مش هيمنعك من حاجه. لو قلت له مثلا ووك مثلا وقلت له مثلا هنا اي حاجه مش هيمنعك عادي. قلت له مثلا برنت مثلا ووك مش هيمنعك عادي. وبالنسبه لي كل الميثود اللي عندي دي كل سوري كل الكلاسات اللي عندي دي بتعمل ايه؟ بترس الميثود اللي اسمها ووك وبرضه بتنفذ نفس اللي هنا عادي. بس انا كان بالنسبه لي المشكله فين في الايت ان انا عندي فعلا كل الحيوانات بتاكل ولكن كلهم بياكلوا اكلات مختلفه. فهل كان ينفع احط امبلمنتيشن؟ لا. هو مش هيمنعك ولكن ملوش لازمه. فانت بتعمل حاجه اسمها ابستراكت. بتجرده من مين؟ من الامبلمنتيشن. يعني انت بالنسبه لك ده ملوش لازمه فاما شلته قال لك لا لو انت كلاس عادي ما ينفعش ان انت تحط لي ميثود من غير امبلمنتيشن. طب مين اللي يسمح لك بكده؟ مين؟ الابستراكت كلاس. يبقى تاني خلينا نفرق كده بين الاوفر رايد والابستراكت. الاوفر رايد انت كان بالنسبه لك عندك 10 حيوانات والعشر حيوانات بياكلوا لحمه ولكن انت لاحظت ان في اتنين او تلاتة او واحد عدد قليل يعني من الكلاسات دي بتاكل بطريقه مختلفه فكنت بتستخدم الاوفر رايد وعرفنا بنستخدمه ازاي. طيب الابستراكت لما فعلا يكون عندك كل الحيوانات بتاكل مفيش مشكله ولكن كلهم بياكلوا ايه؟ اكلات مختلفه. مفيش واحد بياكل زي التاني او مفيش 3 4 5 6 مع بعض بياكلوا حاجه مختلفه. يبقى اذا كل حيوان له اكله معينه. يبقى انت لما تيجي في الكلاس اللي اسمه انيمال، الكلاس اللي اسمه انيمال لازم ما يبقاش في امبلمنتيشن بقى. ليه؟ لانه ما هيبقاش له لازمه. زي ما شفنا في المثال هنا لما جينا طبعنا هل طبع لنا اي حاجه فيها ميت؟ لا. طبع لنا اللي موجود فين؟ في الكلاسات دي الفيش والتشيكن ومين؟ والكاكا دي. فبالتالي الامبلمنتيشن هنا في البيرنت كلاس ما بيبقاش له اي لازمه. فانت محتاج ان انت تشيله. فلما تيجي تشيله لو هو كلاس عادي زي ده كده هيمنعك هيقول لك لا. طب مين اللي يسمح لك او مين اللي يديك الامكانيه بكده ان انت تعمل ميثود ملهاش امبلمنتيشن؟ مين؟ الابستراكت. الابستراكت برضو عادي ممكن تدي ميثود برضو فيها امبلمنتيشن عادي. يعني لو رحت هنا في كده في المين قلت له عندي السي 1 دوت هتلاقي عندي ميثود اسمها ووك. تمام. وهنا برضو في الدي 1 عادي عندي ميثود برضو اسمها ووك. تمام. وعندي في ال واحد ميثود برضو ال واحد ميثود اسمها ايه؟ ووك. وكلهم هيمشوا عادي كلهم هينفذوا نفس الايه؟ نفس اللي موجود عادي دي ووك ودي ووك وايه؟ ودي ووك عادي. جميل يا شباب. يبقى عرفنا الفرق بين الاوفر رايد والابستراكت عشان لو الاثنين اتلخبطنا بينهم لا ما نتلخبطش بينهم تاني. تمام يا شباب. يبقى دي كلامنا عن مين؟ عن الابستراكشن. استناك الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.